أكثر من جبهة. كنا ننتظر الأوامر للتوجه إلى قيلان غرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو الغاشم في قيلان غرب، فتحركت قواتنا باتجاه المنطقة والحمد لله. في هذا الفيديو المسرب يظهر هادي العامري، أحد أبرز الأشخاص الذين تلقوا تدريبا في معسكرات الصدر التابعة لحزب الدعوة. هنا يظهر الرجل وهو يقاتل في صفوف القوات الإيرانية ضد الجيش العراقي، الأمر الذي يؤكد انخراط أفراد حزب الدعوة ومن تلقوا تدريبا في معسكراته في مواجهة الجيش العراقي النظامي آنذاك. الجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح. نعم نحن مع الإمام، نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام. اليوم هادي العامري هو أحد أبرز المقربين من نور المالكي وأهم مستشاريه، فهو عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. واليوم هادي العامري هو القائد العام الميداني لميليشيا الحشد الشعبي. يوم الحساب أصبح قريب جدا، ونحذر كل العوائل الموجودة في المنطقة بالخروج، لأننا سنضرب ضربة لا تبقي ولا تذر. هناك 32,000 موظف عراقي إيراني. معظم هؤلاء العراقيين فروا من نظام صدام إلى إيران، ويتحدثون العربية والفارسية بطلاقة، حيث قامت هيئة الحرس الثوري الإيراني بتمويلهم، ثم أرسلتهم عقب سقوط صدام إلى العراق ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة. لدي قائمة تحوي 400 اسم من هؤلاء، بعضهم يعملون في مكتب رئيس الوزراء نور المالكي، وآخرون يعملون في مناصب عليا.